تعالى اقولك ازاي عملت الجاتو شاتو الفنجان من غير فرن ولا ميكرويف ولا خلاط. يعني مش هتستخدمي كل الحاجات دي نهائي، وهتعملي على البوتاجاز بطريقة سهلة جدا. وعملت صوص منه فيه، وهيطلع معاكي في 10 دقايق بالظبط يكون جاهز. والنتيجة طالعة 100%. واستخدمت في الوصفة كلها بيضة واحدة بس. يعني كمان يعني مش مكلفة خالص، تعتبر وصفة اقتصادية. وكمان ممكن تستغني عن البيضة أصلا، ونضيفي بس ربع كوباية مية سخنة، ومعلقة صغيرة بيكربونات صوديوم، ومعلقة خل كبيرة. وهنستغنى عن البيض نهائي. وبجد هتعمليها من أول مرة هتطلع ناجحة معاكي، وهتعتمديها على طول لأولادك. لأنها من الوصفات السهلة، يعني مش هتاخد وقت معاكي خالص. ومكوناتها موجودة في كل بيت. والصوص طالع معايا جميل جدا وتقيل، بدون ما استخدم شوكولاتة ولا أي حاجة. وطالع معايا لامع جدا. بجد جربي الوصفة، ويعني هتعتمديها على طول لأولادك. وكمان لو ما عندكيش الفناجين دي او اطباق الشوربة دي، ممكن تستخدمي كوبايات الازاز عادي جدا، مفيش اي مشكلة. يلا بينا نشوف الوصفة عملناها ازاي. هنجهز بولة وهنضيف فيها كوباية مية، وهنحط فيها كوباية سكر بودر، وهندوبهم كويس جدا مع بعض بالمضرب اليدوي. وهنحط 3 معالق لبن بودر. يعني لو ما عنديش حليب مش مشكلة خالص، ممكن استخدم اللبن البودر. وهضيف نص كوباية كاكاو خام. ده كاكاو اسباني لونه غامق. وهضيف الزيت تدريجيا، يعني هننزل بسرسوب بسيط كده، وبعد كده اقلب على طول، عشان يطلع معايا قوام الصوص الشوكولاتة تقيل معايا. يعني ممكن ما استخدمش خلاط، ايوه طبعا ممكن بالمضرب اليدوي، هيأدي الغرض ولا في اي حاجة. بس انزل كده سرسوب بسيط خالص، وهقلب على طول بالمضرب. شايفين تقل معايا ازاي، واللمعة بتاعته حلوة قوي. هو ده صوص الشوكولاتة المطلوب قوامه. بس هاخد منه كوباية كده، وهركنها على جنب، وهقول لكم هعمل بيها ايه. بس وهنزل ببيضة كده، واحط عليها نص معلقة ملح او رشة ملح، واتنين ظرف فانيليا. وممكن استغنى عن الفانيليا، مفيش مشكلة، ان الكاكاو يغطي على ريحة زفارة البيض. وهنزل بكوباية دقيق كده متعدد الاستخدامات او متعدد الاغراض. وهقلب كويس كده. بجد يعني طريقة سهلة جدا، لغاية ما اوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. يعني الجديد في الوصفة ان انا ما استخدمتش الخلاط نهائي. تاني حاجة ان انا استخدمت بيضة واحدة بس. كمان ما استخدمتش حليب سايب ولا اي حاجة، يعني استخدمت اللبن البودر. فناجين بقى، كوبايات ازاز، اي حاجة عندك، طبق شوربة، اي حاجة. وهدهنها بالزيت كده، وهنزل بيها بتلتها الخليط اللي انا عملته.
عملوا معايا 3 فناجين كبار من بتوع الشوربة. ممكن فناجين القهوة، فناجين الشاي، اي حاجة. بس اهم حاجة يعني تكون تستحمل شوية، يعني ما تكونش حتى لو ازاز ما يكونش خفيف قوي. بس وجهزت حلة على النار كده وحطيت فيها ربعها مية، وشغلت البوتاجاز وهغطيها كده تستوي. قعدت بالظبط حوالي ربع ساعة بالظبط. وبعد ربع ساعة كده شلت الغطا، وتأكدت انها استوت كويس جدا. بالخلة طلعت نضيفة معايا وطرية جدا. يعني اسهل كيك شوكولاتة هو الطريقة دي. هسيبها بقى تبرد شوية. بس بقى وهسقيها كده بشوية لبن مضاف عليهم سكر. ولو مش عايزة تسقيها خلاص. يعني الطريقة دي اختيارية. بس وهنزل بقى بصوص الشوكولاتة اللي انا كنت عاملاه من اول. هو تقيل معايا، لو عايزة تخففيه شوية عن كده ضيف عليه معلقة لبن او معلقة مية وخففيه، بس انا عاجبني ان هو يكون قوامه تقيل كده. يعني ما استخدمتش ولا شوكولاتة ولا اي حاجة، ولا استخدمت حليب او لبن سايب ولا اي حاجة. وطالع معايا صوص الشوكولاتة يجنن. واللي مش عايز يستخدم بيض خالص في الوصفة مفيش اي مشكلة. زي ما قلت لكم كده، ربع كوباية مية سخنة ضيفيها للخليط. وضيفي معلقة صغيرة بيكربونات صودا، ومعلقة خل كبيرة. بجد جميلة الوصفة جدا وقوامها تحفة. أتمنى تجربوها. سلام.